مساء الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة اليوم 21 بيقول: لقد اهتممت بكثير من الناس، وفي النهاية كان الجواب دائما أنا ونفسي وأنا. كل هنا اديتك الخلاصة. نعمل ايه لو ده حصل، انك حسيتي ان الناس اللي قدامك لابسين قناع قدامك ومن وراكي بيشيلوا القناع والدنيا مش بتبقى لطيفة، يعني بيتكلموا كلام مش لطيف او بيعلقوا او كده، بس قدامك الدنيا زي الفل. هو قال اهتم بنفسك ثم نفسك ثم نفسك، يعني هي دي الخلاصة. بس انا يعني هحاول ان انا ادردش معاكم في كام نقطة. طيب يلا بينا. في اوقات كتير جدا بنبقى مع ناس ونبقى مبسوطين جدا معاهم، وبنحس ان الناس دول هم دول الناس الصح اللي احنا معاهم، وهم دول الناس اللي المفروض ان احنا نثق فيهم وبنقضي معاهم وقت حلو وكده، لغاية ما تظهر شوية علامات بسيطة تحس بعدم ارتياح، فبتبدأ تكذب نفسك، تقول لا يعني اكيد، لا اكيد انا غلطان، اكيد انا حساس، اكيد كده يعني، لغاية ما يجي موقف اللي هو صغنون قد كده هوت، واللي احنا بنقول عليه اللي هو القشة التي قسمت ظهر البعير. فالموقف دوت يبين لك قد ايه انك كنت صح في اي حاجة انت حسيت بيها قبل كده. فلما تحس ان الناس اللي انت كنت معاهم بدأوا يستهونوا بيك، او ان هم بدأوا يتكلموا في ظهرك، او بدأوا اي حاجة من الحاجات دي كلها، اول حاجة انك تعملها انك تسكت. دي اول حاجة. تاني حاجة، تبدأ تنعزل يوم أو يومين وتبدأ تفكر مع نفسك في المواقف. ممكن يكون مثلا الموضوع مش مستاهل، ممكن تكون غلطان في كام حاجة فأدى ده لك، فأدى ان هم يعملوا كده. برضو احنا لغاية دلوقتي بنحسن الظن. النقطة التالتة، نستشير حد زي محايد بعيد أصلا عن الموقف خالص، ونبدأ نتكلم معاه والله الموضوع واحد اتنين تلاتة، والشخص دوت هو اللي بيحدد هل انت ممكن يكون احساسك صح او غلط. بس الحد لازم يكون موثوق فيه، وفكرة ان هو بقى يقعد يسألك طب كذا طب كذا طب كذا. خلاص توصلنا في النهاية ان الدنيا مش ألطف حاجة، وان الناس احساسك طلع صح. حلو كده. اول حاجة هتعملها بعد التلات حاجات دول انك هتسكت، وبعدين هتفكر، وبعد كده هتستشير حد. اول حاجة هتعملها انك تهتم بنفسك. تهتم بنفسك بمعنى الكلمة. ما تروحش تدور على ناس تانية، لانك لو رحت دورت على ناس تانية وانت لسه الدنيا عندك مش احسن حاجة من الناس الاولى، هتبقى مش تمام، يعني ممكن تخبط الدنيا والكلام ده. اهتم بنفسك، يعني بمعنى مثلا لو انتي بنوتة ممكن تروح تعملي سبا، ممكن تروحي تعملي شعرك، ممكن تغيري ديكور لو انتي متجوزة بيتك تهتمي بيه، تهتمي بشغلك، تهتمي بعيالك. المهم انك تهتمي بحاجة ليها مردود ليكي، يعني ليها مردود هيعود عليكي بعد كده. لو مثلا انا لما اهتم بنفسي اغير قصة شعري او اعمل اي حاجة من الحاجات دي كلها، هحس ان انا مبسوطة. هكذا بقى في حاجات كتير جدا. لو بتشتغل اهتم بشغلك، لو ليك مشروع بسيط بتشتغل عليه، ابدأ اشتغل عليه اكتر. بعد فترة من الاهتمام ده هتحس ان الموضوع مش مستاهل، وان في فرص كتير ممكن تجيلك وانت مش واخد بالك منها، وهتبدأ تبص للموضوع على انهم مجرد اشخاص موجودين فترة في حياتك، وبعد كده هو هيمشوا، مش هيكملوا معاك للآخر. انت كده خلاص عرفت هل دول اللي هيكملوا ولا اللي مش هيكملوا، فده مكسب ليك. عرفت انت غلطت في ايه وتبدأ تصلح من نفسك. عرفت نوعية جديدة من البشر انت ما كنتش عارفها قبل كده. الحاجة بقى الأهم واللي هنختم بيها، انك لازم تتخلص من كل المشاعر دي، يعني تتشافى من كل مشاعر الخذلان والصدمة والحاجات دي، عشان لما تقابل ناس كويسين ما تخسرهمش. زي مثلا لو اتنين مرتبطين ببعض، ما ينفعش انك تنسي واحد بواحد او تبدلي صحاب بصحاب، لا، لازم يكون في فترة تعرفي ايه الغلط وايه الصح. اهتمي بنفسك، اديها كل حاجة بعد الصدمة اللي حصلت لها او الجرح او الزعل او اي حاجة ايا كان بقى الاحساس اللي انت هتبقى حاسس بيه. وبعدين واحدة واحدة هتلاقي الناس الكويسة هتجيلك لوحدها من غير ما تعمل اي مجهود، حرفيا يعني. ودايما حافظ على الناس الكويسة في حياتك، زي أهلك، أختك. في كده ناس يعني مهما الدنيا عصفت بيك بتلاقيهم هم موجودين، والله العظيم. بس انت بس يعني ايه،
تشيل عنهم الغبار وابدأ جدد العلاقة وإن شاء الله خير. أهم حاجة طبعا والخلاصة في أي حاجة الله الدعاء، إنك تخصص ورد أو ورد استغفار، وتخصص يعني وقت من دعائك إنك تدعي إن ربنا يرزقك بالناس الصالحين، الناس الكويسين، إن هم يعينوك على دينك وعلى دنيتك، وإن هم يكونوا سند ليك. بس كده، أتمنى تكونوا استمتعتم زي ما أنا استمتعت معاكم، وأشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم أي حاجة جديدة أنا بنزلها. إلى اللقاء.